إذن منتخب المغرب يبحث عن إنجاز تاريخي يضاهي ما تحقق عام 86 من القرن الماضي. للحديث على هذا الرهان يسعدنا الترحيب بضيفنا في مركز الأخبار الدولي المغربي سابقا جواد الزييري، وأحد صناع وصافة كأس إفريقيا عام 2004 هناك في تونس. أهلا ومرحبا بك جواد. أهلا وسهلا، ميرسي بور لاكاي. إذن تعادل أمام كرواتيا ثم فوز تاريخي على المنتخب البلجيكي، كيف تقيمون الأداء المغربي هذين النتيجتين أيضا؟ Oui, disons que c'était un petit peu dans les plans de أن هذا كان ضمن مخططات المنتخب الوطني، وما قلته بالنسبة لهذه المنافسة قلت أن هناك منافسة ما بين من أفضل اللاعبين لنا كرواشي، مودريتش، سوفيكيتش وغيرهم، وأيضا المغرب لكنها تمكنت من إبقاء الزخم، وأيضا حتى في مباراتهم التالية تمكنوا من المحافظة على قوتهم، وبين ذلك في هزيمتهم لبلجيكا. المدرب لديه استراتيجية في حتى لا ننكسر أمام بلجيك، ووجدنا أن الدفاع كان قويا جدا بالرغم من أن الإصابتين اللتين حدثتا في هذه المباراة، ولدينا لعبوا هذه المباريات بثقة كبيرة بالنفس، وأنا أتأمل لهم الكثير من الأمل اليوم في مباراتهم مع كندا. طيب، رهان التأهل يتحقق في حال الفوز، في حال التعادل أيضا، وفي حال الهزيمة، لكن هنا سندخل في حسابات معقدة وضيقة. هل كثرة هذه الاحتمالات يسهل من مهمة المغرب هذا المساء؟ disons que le Maroc ont les choses دعونا نقول أن المغرب تسيطر على الأمور، وهذا شيء من صالحهم كلاعبين كرة قدم. وأنا بالنسبة لي كلاعب سابق من الصعب أن نفكر أن علينا اليوم أن نحسم الرهان، وهذا ضغط كبير، ولكن هذا شيء رأيناه في آخر كأس في مواجهة فرنسا مثلا، عندما البرازيل لم تتمكن من هزيمة اسكتلندا، فبالتالي عليهم اليوم أن بالرغم من أنه في مباراة تعادل سيتأهلون، وهذا ما كانوا يقولونه البارحة والمدرب قاله البارحة، يجب أن نفكر أن علينا أن ليس فقط بالتأهل ولا نفكر بالحسابات. طيب، كيف من الممكن للعناصر الوطنية أن تتعامل مع الفوز التاريخي على المنتخب البلجيكي؟ نعي جيدا أن هذه الدورة تبدو استثنائية من حيث النتائج، هناك كثير من المفاجآت. نعم، بلجيكا كانت المباراة معها كانت مباراة صعبة، والآن يمكنني القول بأنه عند لعب مع كرواتيا وبلجيكا، فالآن يمكن للمغرب أن تلعب مع أي فريق. كندا والتي لم تتوقع أن تكون من المرشحين، ولكن دعني أقول هذه قد تكون من أصعب المباريات، وكندا ليس أمامهم ما يخسرونه، لأننا نعرف أنه تم إقصاؤهم أصلا، فبالتالي على الأقل يمكنهم الخروج من هذه المنافسات بكل شرف. نعم. طيب جواد، أمام كندا هذا المساء، ما المفاتيح التي سيتسلح بها المدرب المغربي وليد الركراكي من أجل كسب الرهان؟ برأيي من أهم العوامل الرئيسية هي التركيز على النفسية والذهنية، لأننا نعرف أنه في آخر كأس السعودية فازت كثيرا في هذا الكأس، ولكن لاحقا من الناحية الذهنية لم يتمكنوا من التأهل للدور الثاني، والكأس العالم طويل ويستمر لمدة شهر، فبالتالي هناك القليل من المنتخبات التي تتمكن من الاستمرار حتى النهاية، فبالتالي على وليد أن يركز على الذهنية والمعنوية للاعبين. إذن جواد الزييري نجم كرة القدم المغربية سابقا، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه الإيضاحات. ميرسي.
بارك الله فيك. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قوموا إذا بزيارة قناتنا، ستجدون بها كل هذا وأكثر. هيا اشتركوا بها الآن ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم كرة القدم. أكدت تقارير صحفية إسبانية توصل برشلونة لاتفاق مع تشيلسي يقضي بانتقال نجمه الجابوني بيير إمريك أوباميانغ إلى صفوف النادي اللندني مقابل نحو 12 مليون دولار في صفقة تتضمن كذلك انتقال الإسباني ماركوس ألونسو إلى صفوف النادي الكتالوني. وكانت التقارير قد أكدت في وقت سابق سفر برشلونة تمهيدا لإتمام الصفقة التي تأتي بعد تأكد غياب أوباميانغ عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع بسبب تعرضه لكسر في الفك خلال عملية سطو مسلح. أعلن برشلونة فسخ عقد مارتن براثويت بالتراضي. ونشر النادي الكتالوني بيانا أكد فيه توصله لاتفاق مع المهاجم الدنماركي لفسخ العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية موسم 2023-2024. وخاض براثويت بقميص برشلونة 59 مباراة في موسمين ونصف الموسم، سجل فيها 10 أهداف وتوج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا. أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة 5 سنوات قادما من بروسيا دورتموند. وقدرت مصادر صحفية إنجليزية قيمة صفقة انتقال المدافع البالغ من العمر 27 عاما ب20 مليون يورو. وبدأ كانجي مشواره رفقة فريق فينترتور قبل الانتقال إلى بازل ومنه إلى بروسيا دورتموند، حيث حقق معه كأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية. وعلى الصعيد الدولي خاض اللاعب 41 مباراة. تعاقد إيفرتون مع السنغالي إدريسا غاناغي قادما من باريس سان جيرمان لموسمين. وأكد النادي الإنجليزي أن الدولي السنغالي البالغ من العمر 32 عاما وقع على عقد يربطه بإيفرتون حتى العام 2024 ليخوض بذلك التجربة الثانية رفقة التوفز بعدما مثل الفريق من العام 2016 وحتى 2019 لعب خلالها 108 مباريات. وتوج غاناغي رفقة البي اس جي ب6 ألقاب محلية. إذا كنتم من عشاق كرة القدم ولا ترغبون في أن تفوتكم أخبار فريقكم المفضل، بالإضافة إلى معرفة أخبار جميع الأندية العالمية والصفقات الجديدة ومتابعة نتائج المباريات الأوروبية لحظة بلحظة، قوموا إذن بزيارة قناتنا، ستجدون بها كل هذا وأكثر. هيا اشتركوا بها الآن ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم كرة القدم.